الرحيم. انا اسمي ياسر عبد الله المنجي من قريه النامل. اولا احب اشكر سياده الوزير والسيد رئيس هيئه الطرق والكباري على الموافقه لاقامه هذا المشروع تحت كوبري النامل. واحب اشكر الاستاذ محمد ومدام شيرين ان هم ساعوا لاقامه هذه المحلات تحت كوبري النامل، لان بصراحه يعني يعتبر انجاز، لان المنظر قبل اقامه المحلات دي تحت الكوبري كان منظر بشع. اكوام زباله، يعني الاهالي هنا ما فيش وعي خالص. كانت الكباري بصراحه عباره عن اكوام زباله. فاحيي مدام شيرين والاستاذ محمد ان هم سعوا لاقامه هذا المشروع واقامه المحلات دي تحت الكوبري. ويعني الحمد لله يعني المكان كويس وبنحافظ على المكان، وبنحاول بقدر الامكان نحافظ على نظافه الكوبري من تحت، بحيث ان ده المكان اللي احنا قاعدين فيه. وبصراحه ايجاراته برضو ايجار كويس. انا واخد الايجار، واخد المحل ب1500، ويعني الحمد لله في المتناول. ربنا يقدرنا ونكمل معاهم، وربنا يحسن السوق. وبشكر جميع القائمين على هذا العمل، والف الف شكر. السلام عليكم، انا دينا من النامل. المفروض ان انا بكمل دراستي وكنت بشتغل في كذا حته، بس للاسف اللي كان بيمشيني من المناطق ديت سوء المعامله. فقررت افتح مشروع بسيط، مشروع هدوم، محل هدوم بسيط تحت كوبري النامل. طبعا الايجار هنا رخيص جدا، 1000 جنيه في الشهر. مدام شيرين، طبعا بشكر مدام شيرين الدسوقي على جهودها الجميل وتقفيل المحل معايا، واستاذ محمد برضك، والشكر العظيم للواء حسام الدين مصطفى. شكرا لكم بجد على دعمكم وعلى المبادرة الجميلة دي. محمد عشان الهيئة ومشكل الهيئة، وأنا السيدة عجيب كبير طيب الاستاذ محمد ايه قوي. حاجه احنا كنا خارجين في الشارع ودلوقتي بقى لنا مكان، ونشكر المدام شيرين اهو وفرت لنا كل حاجه. اسمي عادل رضوان، أجر محل كوبري النامل، ببيع فيه شاي وعسل ومشاريب يعني كده. وبشكر هيئة الطرق والكباري إن هي وفرت لنا مكان نعرف نشتغل فيه ونسترزق من ورانا بالعيش. وبشكر مدام شيرين وبشكر الأستاذ محمد إن هم ساعدونا كتير برضه إن إحنا نعرف نعمل. ما كانش عندي شغل وديت باب رزق يعني، وباب رزق لأولادي وكده. وبشكر الهيئة واللي هو حسام مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سمير من شارع مركز كده أهلية. هنا فتح كوبري معمل شاي وقهوة ومنتج مدة عربية في الشارع. الحمد لله يعني أول حاجة يشكروا هيئة الطرق على المشروع اللي عملته تحت الكوبري، وتاني حاجة الأستاذ شيرين هي والأستاذ محمد يشكرهم إن هم عملوا مشروع زي ده برضه. والناس اللي عايز ياخد محل بيشتغل بدل قعدته في الشارع، بدل ما يعمل عربية في الشارع ويخش عليه الشتاء والكلام ده كله بيتبهدل. فبصراحة يعني هي الطرق تشكر إن يعمل المشروع ده. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب جميعا كده تكونوا بخير. انا خدت المكان ده تحت الكوبري، وربنا ييسر الحال تحت كوبري النامل. والحمد لله انا فتحت منظفات وادوات تجميل، ومشروع كويس ما كانش في الحسبان بصراحه. بس استاذه شيرين ربنا يبارك لها شجعتني وقدرت ان انا انفذ المشروع بتوجيهها، وتعبت معايا بصراحه هي واستاذ محمد. فربنا يكرمهم ان شاء الله، وهي واقفه في ظهرنا وواقفه سند معانا ان احنا
واشكر الهيئة جميعا لوقفتهم معانا ومساعدتهم معانا، وكمان ان هم بينمونا ان احنا نعمل مشاريعنا وننفذها في بلدنا. شكرا لحضراتكم.